السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة. مليون مبروك يا عميد، فوز منتخب مصر وصعوده للدور الثاني وتصدره المجموعة. الله أكبر يا جماعة. مباراة تكتيكية عالمية وانضباط تكتيكي عالمي من العميد للعيبة. طبعا كابتن حسام حسن تدارك الخطأ. مش هنقول ان حسام عبد المجيد وحش يا جماعه ونذبحه، بس رجع لعب بالاثنين اللي كانوا بيلعبوا مع بعض ومتفاهمين، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. مباراه عالميه من بدايتها. النهارده كره مرموش اللي كانت جنب العارضه، تألق غير طبيعي للشناوي، اللي الناس بتقول لك ما كفايه كده يا شناوي. بعض الناس الجهله او الناس اللي بتطلع بتقعد في برامج، يعني الواحد مش عايز يتكلم عن حد، ناس ابسط ما تعرف عن الكوره ان هي مدوره. يعني ناس تفضل تقول لك ليه الشناوي يفضل واقف؟ اهو الشناوي يا حبيبي بيثبت النهارده ان هو في حته تانية. كلامي بقى لبعض الناس المغرضين. طبعا النهارده عالمي. الشوط الاولاني انضباط تكتيكي الى ان جاءت ضربه الجزاء من خطا ساذج من الباك رايت، اللي كان باصص على محمد صلاح وحط ايده يعني في عين صلاح، كان ممكن يستغفر الله العظيم يخزقها له. انا مش فاهم يعني ايه اللي وجه الاعتراض من لعيبه جنوب افريقيا يحطها صلاح بطريقه بنيكه عالميه، ويجي بعدها اغبى خطا. ويعني انا مش عايز ادوس على محمد هاني عشان احنا في البطوله دي. للاسف يا محمد هاني انت بتقدم مستويات مروعه زي الزفت، كارثه. كوره اصلا يعني ما تنفعش ان انت يعني ابسط حاجه ما تحطش تدوس على رجل اللاعب. طرد صريح وما فيهاش كلام. طرد تسبب في ان انت خليت المنتخب يتحط تحت ضغط في بدايه الشوط الثاني. طبعا الشوط الثاني لما بدا العميد طبعا عمل ايه؟ طلع عمر مرموش ونزل امام عاشور، وخلى طريقه اللعب تتقلب ل 4-3-2 او ل 3-4-2. خلى طبعا تريزيجيه يرجع، حمدي فتحي رجع كمدافع ثالث مع اللعيبه، مع محمد حمدي اللي النهارده قدم مباراه عالميه. بس كان في كام لقطه كده اللي هي فرق السرعات مع لعيبه وينج اللي هو جنوب افريقيا، بس الله اكبر الراجل ظبط نفسه وظبط اداؤه. وكان اللعب النهارده على المرتده. النهارده في الدقيقه 50 في كره اتلعبت عرضيه خادعه كانت هتخش جول، اللي هو تألق الشناوي اللي بنعيد عليه ان هو في حته تانية، الله اكبر عليه. في تريزيجيه جات له فرصه. بجد يا جدعان، صلاح لما بيلعب بلاي ميكر هي دي قيمه صلاح يا جدعان، مش اللي اقرا ارني سلوت اللي بيقول لك ده يقعد ومش ده يقعد. يا جدعان صلاح ده الله اكبر عليه يا جدعان، ربنا يحفظه. الشناوي، امام عاشور طبعا جات له فرصه في الدقيقه 60 من بينيه عالميه من صلاح، يشوطها امام عاشور يتصدى لها روني ويليامز حارس جنوب افريقيا بالعافيه وخرجها ضربه ركنيه. بجد النهارده يا جماعه اللعيبه كلها 10 من 10. الوحيد اللي يستحق 0 من 10 هو امام عاشور، اسمه ده محمد هاني. تيجي الدقيقه 73 من انفراد، يعني بينيه يتصدى لها العملاق الشناوي. وفي الدقيقه في الدقيقه 78 بعدها تصدي تاني للشناوي عالمي من كوره صاروخيه، الله اكبر عليك. في بقى حاجه مروان عطيه، انت اتلعبت لك كوره اسيست من زيزو اللي الله اكبر عليه النهارده، يعني كان اخد الملعب اسح. وهو ده اللي اتكلمت فيه الفيديو اللي فات، وقلت يا جماعه على التيك توك، قلت يا جماعه زيزو ما كانش ينفع ما يبقاش موجود الماتش اللي فات ده. واحد زي عامل زي البلاي ميكر بيديك حركه على الملعب. طبعا انت النهارده في الدقيقه برضو 97 الشناوي تألق عالمي. حكم النهارده رجع للفار وما احتسبش الكوره لان هي مش ضربه جزاء لجنوب افريقيا. طبعا التغييرات النهارده انا عايز اذكر بس محمد شحاته، يا ابني الله اكبر عليك، انت كويس جدا. الكوره اللي انت شطها في اخر المباراه على روني ويليامز كويسه جدا. طبعا نزول اسامه فيصل، محمد لاشين، خلى طريقه اللعب اتقلبت بعد كده لبلوكات ل 4-4-1، ان انت بتلعب بقى بمهاجم بقى اسامه فيصل واربعه من وراه واربعه من وراه. وتنتهي المباراه بفوز ملحمي ودرامي وكسر عقده جنوب افريقيا. الله اكبر عليك يا كابتن حسام. مباراه انضباط تكتيكي. اتمنى الناس اللي في القهاوي اللي بتطلع تقعد تتجنحر وتقعد تهجص علينا ويطلعوا في البرامج، ومنهم مدربين ولا مؤاخذه راحوا بطولات عالم وما عملوش ب 2 جنيه كوره، ويقول لك ما تذبحوهمش وبتاع. مش هي دي الناس دي ولا مؤاخذه اللي تقعد تتكلم وتحلل. الناس دي اخرها تقعد في بيوتها.
فارجو بقى ان بعض الناس ومن بعض اليوتيوبرز والناس اللي هم معلش احنا عارفين انتماءاتهم ان هم زملكاويه، بس انا مش عايز اتكلم واقول يا جماعه لان احنا بنشجع مصر، بنشجع مصر. ما تحطوش الانتماءات واحنا بنحلل ان انت لا ده زملكاوي ده مش عارف ايه ده اهلاوي ده مش، يا جماعه احنا بنلعب باسم منتخب مصر. هعيدها وازيدها كل فيديو هعمله. لو سمحتوا شجعوا منتخب مصر ارجوكم. مبروك يا عميد الصعود لدور ال16 عن استحقاقية وجدارة وتصدر المجموعة. نتمنى وصولنا للنهائي بإذن الله، عشان بس إيه الأصوات اللي كانت بتطالب بإقالة حسام حسن تخرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.